يا صباح الخير. فيديو النهارده لو انتي بتجهزي ونازله خلاص تشتري حاجتك، فانا هقولك على 5 حاجات قبل ما تشتريهم فكري كويس قوي اذا كنتي فعلا محتاجاهم ولا لا، لان انا للاسف جربتهم وبقولك ان هم ملهمش اي 30 لازمه. فلو انتي عايزه تعرفي ايه هم ال5 حاجات دول تابعي معايا الفيديو للاخر. قبل ما نبتدي الفيديو اعرفك على نفسي، انا مريم عوزه، دي قناتي. لو انتي اول مره تشوفيني اهلا وسهلا بيكي، انتي منوره الدنيا. انا بعمل اوقات ريفيوهات للعرايس، الحاجات اللي يشتروها والحاجات اللي ما يشتروهاش. بحاول على قد ما اقدر ان انا ادور على منتج يكون احسن حاجه باقل سعر عشان تقدري ان انتي تشتريه وتوصل للمتابعين عندي. فانتي طبعا منوره الدنيا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. ويلا بينا نشوف الريفيو. اول حاجه ملهاش اي لازمه ان انتي تشتريها هي طقم التوابل. طقم التوابل من الحاجات اللي مش عمليه ابدا. يعني مثلا ده طقم توابل رول كده بيتحط على رخامه، هو 16 قطعه، هو بالمنظر ده. فانتي عشان تنزلي منه مثلا البهارات او كده بتعملي كده، فانت محتاجه ان انت بقى تفضلي تعملي كده طول اليوم، فاهمه؟ يعني اللي هو ان انت تفضلي تعملي كده بقى طول اليوم، طول ما انت في المطبخ عماله، وانت اصلا بتبقي مستعجله. يعني انت عايزه تحطي نص معلقه فلفل اسود، فما ينفعش ان انا افضل واقفه عماله اعمل كده، ما ينفعش، ممل جدا جدا. خلاص اوكي، فقررت ان انا اشيل الطبقه البلاستيك دي واحط المعلقه واخد نص معلقه وارمي على طول. المعلقه ما بتخشش من، فهو اصلا مش عملي. طقم البهارات اللي يبقى محطوط لك كده قدام الرخامه ده ملوش اي لازمه بجد. ايه ده اصلا؟ ايه ده؟ بطلت اصلا استخدمه. تاني حاجه معانا النهارده هي طقم الكوبايات، طقم الفناجين، طقم المجات، الحاجات اللي هي ملهاش اي لازمه. ده اصلا طقم اركوبال وجميل وحلو وخلاص وتمام، وفي ال3 دول فخلاص خدتهم وحطيتهم في النيش. بعديها جبنا بقى طقم للاكل، فجبنا لقينا معاه ايه بالصدفه الكونيه؟ لقينا معاه مجات وكوبايات وفناجين. طيب ماشي. بعدين بقى كنت انا ماشيه كده في المحل، طقم بتاع من ده اللي هو بتاع الشاي ده، اللي اطباق كده شكلها حلو وتركي خطير، عيني مزغلله عليه بشكل رهيب. اللي هو ايه، انا لازم اشرب شاي في الموضوع ده، مع العلم ان انا عمري في حياتي ما هشرب شاي غير في الكوبايه اللي هي بتاعه القهوجيه دي، عارفينها؟ اللي هي سمبوكسات من تحت دي ومن فوق كده شكلها ساده جدا ساده جدا، اللي هي كوبايه عاديه جدا. طيب ليه يا ماما بتروحي تقعدي تتفرجي على يعني انتي مثلا هتشربي القهوه في الفنجان ده؟ والله عمرك. ده انا بشرب قهوه في مج قد كده عشان يا دوب تفوقني. ان انتي تجيبي طقم على بعضه في الحاجات دي ده مش عيب، اشتري واحد بس. لو انت هتشتري بعد كده بقى اشتري فرد، اشتري حاجات اللي انت فعلا محتاجاها، الحاجات الاساسيه. لكن تجيبي دول وبعدين تجيبي طقم تاني عشان تحطيه في المطبخ فيجي مع نفس ال3 دول، بعدين تروحي بقى تشوفي طقم تركي بتاع شاي وقد ايه بقى الترك والشاي بتاعهم فتروحي شارياه، ما لهمش لازمه. هي كوبايات الازاز الشفافه دي هي اللي احنا بنشرب فيها. ثالث حاجه ملهاش اي لازمه وانا متاكده ان انتوا هتضربوني بعد ما اقول لكم هي ايه، الحلل التيفال. الحلل التيفال غير الطاسات التيفال تماما. الحله دي انا كنت جايباها بالفرط وكنت جايباها غاليه، يعني كانت في حدود 400 جنيه او 450 500. الحله مقشره من هنا، مقشره من بره من هنا، ومن جوه متجرحه. مع العلم ان انا ولا بستخدم سلك ولا بستخدم اي حاجه تستدعي ان هي تتخربش، هنا متجرحه هنا متجرحه. انا مش عارفه باين ولا لا بجد. الحلل التيفال من الحاجات اللي ما تشتريهاش. هما نوعين حلل تشتريهم. اول واحد الستانلس ستيل. الستانلس ستيل روحي اي مطعم، خشي المطبخ بتاعهم شوفي هما بيطبخوا في ايه، ستانلس. تاني نوع حلل الجرانيت. تيفال مكانه الزباله بصراحه. من الحاجات اللي انا ندمت جدا ان انا اشتريتها، اعمل فيديو احسن حاجات انا اشتريتها ما اقدرش استغنى عنها في المطبخ، بس دي لا خالص ما تشتريهاش، اوعي. رابع حاجه المفروض ان انت ما تشتريهاش البلاستيكات. البلاستيكات من الحاجات اللي شكلها حلو، لونها حلو كده لطيف مغري لذيذه وسعرها رخيص. يعني عمرك في حياتك مثلا ما تقولي لا دي غاليه انا مش هشتريها، ده سعرها ببلاش. بصي يا ماما، انا من كتر ما انا شخص هبل رحت لقيت دي، فشفت في النت فلقيتها بيحطوا فيها الفاكهه، وقال ايه بقى، قال ايه، تروحي حطها كده
تروح داخله جوه باب التلاجة مطلعه كده، تاخدي التفاحه منها، صباح الفل. مفيش الكلام ده. انا هكدب عليكم، ده يا ماما عشان يخش باب التلاجة محتاج ان انت تشيلي رف من التلاجة. انت هتشيلي رف من التلاجة، تلاجتك اصلا وانت بتتجوزي اللي هي اصلا يا دوب هتاخد الحلل لما مثلا تبقي سلقه لحمه ولا سلقه فرخه، يا دوب هتاخد الحاجه، فانت مش هتفضي مكانين عشان تحطي لي واحده من دي، عمرك ما هتعمليها. فدي اهو بصي بامانه اهي بالتيكت، غسلتهم يوم ما جبتهم وركبتهم جوه بعض وحطيتهم في فوق المطبخ. مش كل حاجه بلاستيك يبقى لونها حلو شكلها جميل، الله بيبي بلو، الله تروحي وتجري وتشتريها وتقولي اصلا هي دي عمليه جدا. دي يعني المره اللي انا استخدمتها فيها حطيت عليها برتقان ورحت معلقاها كده برضو على الرخامه زيها زي طقم التوابل. بعد بقى ما بصيت كده على المنظر، هنا طقم توابل وجنبه طقم السكاكين وبعدين طقم البلاستيكات. ما تشتريش بلاستيكات كتيره انت مش هتستخدميها، اشتري الحاجات الاساسيه اللي انت عارفه ان انت هتحتاجيها. ماشي، دي مثلا حاجه من البلاستيكات. اوكي، هوريكي حاجه تانية. جبت بقى ايه انا عشان شاطره، جبت صواني. بصي يا حبيبتي، دي صينيه بلاستيك وانا متاكده ان انتوا عارفينها. ايه ده؟ فين ايديها اتكسرت وكل حاجه فيها باظت. ليه؟ وضعيفه جدا ورديئه ولا تسوى. سعرها رخيص، انا عارفه ان هي سعرها رخيص، بس في الحقيقه هي ما تستاهلش فلوس. يعني لو انت لقيتي واحد في الشارع بيوزعها ببلاش ما تاخديهاش. لو هتشتري بلاستيك تشتري بلاستيك انت عارفه ان هو كويس، وما تستخدميش اي بلاستيك. انا عندي بلاستيكات تانية بصراحه حلوه جدا، بس اشتري الحاجه اللي تحتاجيها. انا بدل من دي انا عندي صواني ستانلس ستيل. انت بتجيبي صواني الستانلس ستيل وتحطي شل. لا، صواني الستانلس ستيل انا بطلعها بحط عليها كوبايات، بحط عليها الاطباق، بحط عليها اللي انا محتاجاه كله، ولا بتطق ولا بتتكسر ولا بتعمل اي حاجه، مش زي القرف ده. دي مكانها الزباله. اخر حاجه بقى طقم السكاكين. طقم السكاكين اللي هو ايه، علبه كده وتكون بقى محطوط فيها كده 5 سكاكين. انت عمرك في حياتك ما تستخدمي منهم غير سكينه واحده وهتتلم، والمسن بتاع السكاكين دي ما بيسنش، وفي الاخر بتاخديه تصبعي بيه الكفته. ما تشتريش الكلام ده. البديل عن السكاكين دي ان انت تشتري السكاكين ميد ان برازيل، سواء كانت المشرشره اللي هي بتفتح العيش او بتقطع الطماطم والخيار والحاجات دي، تانية اللي هي السكينه اللي هي بتاعه الشيف. لكن طقم السكاكين اللي تحطيه على الرخامه ما تجيبهوش. خلاصه الموضوع ده، لو انت هتروحي تشتري ملهاش مكان وهتحطيها على الرخامه منظر، فما تشتريهاش، لان انت مش هتحتاجيها. مفيش حاجه هتتحط على الرخامه منظر مفيده غير الكتل، غير كده ما تشتريش. اسمع مني وما تراجعش ورايا. وبس كده انا خلصت الفيديو. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللي بيشوفوه. ولو عجبكم فكره الفيديو ده بليز اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي ان انتوا عايزين فعلا حاجات احنا ما نقدرش نستغنى عنها في المطبخ، او لو انتوا عايزين ايه احسن ماركات ان احنا نشتري منها حلل او صواني او بايركس او سكاكين معالق شوك، الكلام ده كله. لو فعلا لقيت عدد كبير من العرايس موجود وحابين ان هم يسالوا على حاجات زي دي، لو انت عايز تساليني على حاجه مهمه جدا ومستعجله، ما تتردديش ابدا ان انت تكتبي لي كومنت تساليني فيه على الحاجه دي، هرد عليكي. ولو تعرفي عروسه صاحبتك او قربت تتجوز او بتنزل تجهز وبتاخدك معاها وقرفتك في عيشتك، فما تنسيش تفرجيها الفيديو عشان قبل ما تدفع اي قرش في حاجات تافهه وحاجات ما تستاهلش وحاجات هتبوظ، لا وريها الفيديو ده عشان هي اولى بالفلوس دي تشتري بيها حاجه تانية تفيدها اكتر. وميرسي جدا لمشاهدتكم.